المنظر ده بقى بيتكرر كتير اليومين دول وفي الفترة الأخيرة، وفي أجهزة كتير بتجيلي بالشكل ده، والزبون يقول عملت كده لوحدها. هي فعلا عملت كده لوحدها، بس برضه في سبب لده، والسبب هو السخونة وإن الجو حر. بسبب الحر الجهاز بيسخن، ولما بيسخن اللزق بتاع الشاشة بيفك زي ما انت شايف كده. طيب هل ده في خطر على الشاشة؟ أكيد طبعا في خطر على الشاشة. لما هتستخدم الشاشة وهي سايبة كده بتتهز وبتتحرك، ده بيعرض الفلاتة إنها تتقطع في أي وقت، ولو الفلاتة اتقطعت بالسلامة الشاشة سافرت. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، طول ما الشاشة مرفوعة كده بيدخل تحتها تراب، ومش بس كده، ده بيدخل كمان بين طبقات الباك لايت، وده بيعمل نقط وبقع في الشاشة. فانت ما تدخلش نفسك اصلا في القصة دي. هتقولي يا عم ما انت لسه قايل بتتفك لوحدها بسبب الحر والسخونة. هقولك ما انت اللي بتسيب تليفونك يسخن. طيب عشان ما نقعدش نهري كتير، خد الخلاصة. واحد، في الجو الحر ده ما تستخدمش تليفونك وهو بيشحن، عشان ده هيخليه يسخن. اتنين، قلل شوية في الألعاب التقيلة اليومين دول. تلاتة، ما تستخدمش تليفونك في الشمس إلا للضرورة. أربعة، ما تشحنش تليفونك في أوضة حر، اشحنه في مكان يكون فيه تكييف أو مروحة. خمسة، ودي بقى أهم حاجة، لو تليفونك سخن اقفله وسيبه لحد ما يبرد. اللهم بلغت، اللهم فشل. سلام.